السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قدمنا أفضل ما لدينا، ولكن لدينا لاعبون مصابون، وكذلك خسرنا مزرعة بين شوطين وسايس في العمليات الإحمائية. ليس لدي ما أقول اللاعبون الذين عوضوهم قدموا ما بإمكانهم، وعندما تقوم بأقل خطأ أمام منتخب مثل فرنسا فإنك تدفع ذلك كاش. وفي الشوط الثاني كنا أفضل، أتيحت لنا الفرص ولم نسجل، ثم جاء الهدف الثاني القاتل. إذا تبقى مباراة للمركز الثالث أو الرابع. سيكون الأمر صعبا على المستوى الذهني، وسأعطي الفرصة لمن لم يشارك. سنحاول أن ننهي في المركز الثالث. المهم هو أننا قدمنا وجها طيبا، وأن الكرة موجودة في المغرب حتى نصل إلى هذا المستوى العالي. علينا أن نشتغل، لكن لسنا بعيدا. يحيى، فخورين بكم، كأس عالمية رائعة، شكرا لكم. شكرا لنا كاملين. الحمد لله، يعني واحد الإنجاز اللي بحد ذاته إنجاز تاريخي. شرف كبير لنا ولكم وجميع المغاربة هذا الإنجاز هذا وهذا الأداء اللي قدموا الدراري. مباراة أمام فريق اللي اليوم اللي شي فريق صعب، فريق اللي فاز بالنسخة الأخيرة. عرفنا واش تكون مباراة صعبة. جوج أهداف كانوا يمكن كنا نقدروا نداركوهم، مي مالوريزمون لادفيرسير كان تا هو واقف وكان صعيب. كيف قلت لك، الحمد لله شرف لينا كبير هذا الإنجاز هذا وهذا الأداء، ونتمنى ان شاء الله تكمل المسيره ان شاء الله، ونعاودوا نحققوا شي انجازات اخرى ان شاء الله، نفرحوا بها الكره المغربيه ان شاء الله. ما هي رسالتك للجمهور المغربي والعربي اللي فخور بكم، خصوصا ان هناك امكانيه المركز الثالث؟ وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيع، على ذاك الطاقه اللي كتعطيونا ايجابيه. اليوم كنا داخلين عازمين باش نديروا اللي في جهدنا باش نحققوا واحد المبتغى ديالنا ونفرحوكم ونفرحوا جميع المكسبش. كتبقى مباراه اللي قدرنا خسرناها كيف قلنا، ولكن ما خسرناش، باقي مباراه ديال الترشيد ان شاء الله نعوضوهم. وكنقول لهم شكرا لكم بزاف، وخليكم معنا ان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عوده اليكم مع بعض الجماهير الفرنسيه. على البلو، على البلو.